السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم اخبار المشاهير مع كريمه. فمن بعد رفض النقد لدنيا باطمه وخبر الاعتقال ديالها، كاينين بزاف ديال المشاهير اللي تضامنوا معاها، اللي من بينهم ابنه نجاة عتابو. فنخليكم شنو نزلت عبر ستوري الحساب ديالها انستغرام. فكتبت: جعلت من مشكل خاص بينكم وبينها موضوع عام، مصدركم معروف وعندكم اسم في البلاد وكتمثلوا الصحافة المغربية. عيب هاد العناوين اللي عامرين بالحقد والشتم الفنانة مغربية من بلادكم. ما تنسوش انها وبناتها غيقدروا شي نهار يسمعوا هادشي، غيوليو محطمين حتى الاطفال في الموضوع. فهمنا انه كاين خلاف معاها، ولكن علاش هاد القسوة كاملة؟ يوميا كتنزلوا بوست اون فرونسي سميتو لاشارنومون. ما كاينش شي موقع في العالم كيحقد ويعبر على حقده بحالكم بهاد الطريقة، بحال كتعاطاو مع انسان نيشان وليس موضوع بصفة عامة. بارك أرجوكم، راها كتبقى إنسانة وأنتم لستم معصومون عن الخطأ. فنيشان متتبعة جاوبات سامية دلال على هذا البوست اللي كتبات، قالت ليها: سبحان الله يمهل ولا يهمل. حتى هي كانت كدير هكذا في الناس في الحساب المشؤوم، وكانت كتلدد بسقوط الناس مني كتفضحهم في داك الحساب. راه ربي كيذوقها من نفس الكاس باش تحس بالضحايا اللي خرجت عليهم، وكانت كتخرج تغني باسم الحساب. والدقيقية زعما انتصرات، ما عرفاتش ان الدنيا دوارة ويوم ليها وغدا يكون عليها. كون كانت كتصلي صلاتها وديها في راسها وفنها ما غتوصلش هاد المواصل. نسات ان الله كاين. فاش غنقول لكم اخوتي، الله يدير شي تاويل ديال الخير. بسلام عليكم، نشوف الاراء ديالكم في الكومنتير. تهلاو تهلاو تهلاو، مع السلامة.